تونس ولا بشعب تونس. هناك تونسيون في المقابل قالوا بأن هذا التهديد هو موجه للشعب التونسي لأنه تظاهر وليس إلى أي جهة أخرى أجنبية. نعم سيدي صالح، هو تعليق كونه الشارع التونسي تحرك الإمارات أو تحرك يعني إشغاله هم، ويعني أقصد بلدي. وبالتالي الحكاية لهناس يا سي صالح، الحكاية أنه هو لا يتعامل معنا باعتبارنا بلد عنده سيادة، وإنما باعتبار مجال حيوي لهم. اهلا بكم. الجميع شاف بالامس تصريح ديال عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، وقال ان اللي هدد تونس نخلي له الخيمه ديالو. هادشي اللي ما عجبش توانسه، وخرج واحد المحلل سياسي كيتكلم وقال بان هذا تهديد مباشر للتوانسه، لان التوانسه هما اللي خرجوا في حمله او في تظاهره ضد الرئيس التونسي الحالي، وقال بان تبون يعتبر تونس ولايه جزائريه وما عندوش الحق انه يتدخل في الشؤون ديال تونس. فنسمعوا الاخوان ديالي صالح الازرق هو محلل تونسي، ولنعود بحول الله. نرحب بضيفنا في بداية الأستاذ الأمين البوعزيزي الباحث والأكاديمي انضم إلينا من تونس. سيد البوعزيزي، مساء الخير. ما الذي تسبب في كل هذا الجدل والنقاش بخصوص تصريحات الرئيس الجزائري؟ مرحبا أخي صالح، شكرا لكم، شكرا على الدعوة لمناقشة هذا الموضوع فعلا الذي ربما في لحظة ما أستاذ صالح أو أخي في فترات ما كنت تنصت إلى التونسيين إلا عبر يعني الصحافة أو الراديو، والصحافة والراديو كانت مغلقة في وجوه، يعني ليست مفتوحة في وجه الجميع. أما الآن ففي زمن هذه المنتديات يعني فضاءات التواصل بالإمكان سماع صوت الشعوب، لذلك كان يعني رد الفعل كثيف جدا على مدار يعني يومين في خصوص يعني ما سربته كومضة إشهارية لبرنامج لاحق إحدى الفضائيات الجزائرية، وأطل فيه رئيس الجزائر كما كنتم يعني تقولون أو يعني تعرضون، ومعناها قال تلك الجملة. فالحقيقة هي ليست أول مرة. أولا أستاذ صالح في الجانب يعني الرسمي، في الجانب إعلامهم كم مرة رأينا وزراء ونواب يتحدثون علنا وبكل وقاحة كون تونس ولاية جزائرية. أحد إعلاميهم تذكر في أحد البرامج أخذا ورقة كبيرة وورقة صغيرة يعني ومزق الورقة هذه وقال ها هي البلاد هذه راهي قد هكا، معناها يتصور أنه قوة البلدان بكثبان الرمال يعني. باش نقول لك يعني وكأنه القلوب يعني معبية. الذي أفاض الكأس هو التزامن أستاذ صالح، هو التزامن. يعني في لحظة ما عندما خرج التونسيون لم يطالبوا بشيء، لا طالبوا بفتوحات ولا طالبوا بالضم ولا طالبوا بأي شيء، طالبوا أن يكون كراما في بلدهم. يجيه هذا يعني التصريح معناها وكأنه ما يجري في تونس هو إرهاب. أنت تتذكر القذافي عندما كان الشعب يعني صاير ضده يقول للعالم راهو هذه القاعدة وهذه لا يخطر على إسرائيل، يعني وغازل كل العالم ولم ينصت ولم يخاطب شعبه. سيد البعزيزي، يعني هذا هنا ربما يكون بيت القصيد ولب المسألة، لأنه الحقيقة بعض المواقع الجزائرية تناولت بأن إشارة الرئيس تبون إلى الخيمة هذا يشير إلى دولة ما خليجية ولا علاقة لها لا بتونس ولا بشعب تونس. هناك تونسيون في المقابل قالوا بأن هذا التهديد هو موجه للشعب التونسي لأنه تظاهر وليس إلى أي جهة أخرى أجنبية. نعم سيدي صالح، هو تعليق كونه الشارع التونسي تحرك الإمارات أو تحرك يعني إشغاله هما يعني المخزن أو الإمارات، وكأنه هذا الشعب ما عندوش كرامة، وكأنه هذا الشعب يعني بنخبه وتقاليده ومعناها قرن ونصف من التأسيس يبقى إما عند يعني الإمارات أو عند يعني حكومة معناها المغرب. يعني هذا الوصم الرخيص، يعني هذا استخفاف بالتونسيين وإرادتهم وكونهم يتحركون تحت أجندة وطنية شعبية مستقلة يعني عن الجميع. هذا الوصم الذي أثار يعني الغضب هو هذا الوصم. نحن يا أستاذ صالح كما قالوا ثورة البرويطة وصناعة هنري ليفي، يعني الحكاية معناها مترابطة. هذا كله بالنسبة لهم حرية الشعوب هو يعني فوضى خلاقة، و
تصنعها الخيمة أو تصنعها فرنسا أو تصنعها إسرائيل وكذا كذا. اللي ينصت ويحترم أنه ثمة شعب ينتمي إلى دولة عندها 3000 عام من الدولة، مش يعني الحضارة يعني تخلص عندها 10000 عام، 3000 عام من تأسيس الدولة موجودة لهنا، 3000 عام من العواصم الحضارية. ما نتصورش أنه شعب يعيش في بلاد كما هكا سينتظر وسيبقى أنه حتى تتحرك فرنسا أو الإمارات أو يعني أي منطقة آخر. طيب قد يقول قائل سيد البعزيزي أن واعذرني على المقاطعة لأن الوقت ضيق للأسف، يعني هذه العلاقة متقاربة جدا بين الجزائر وتونس هي محل الحقيقة يعني افتخار من الجانبين تاريخيا، ولكن الآن ربما المسائل بدت عائمة ما بين السيادة والوصاية. في هذه العلاقة المتشابكة بين تونس والجزائر أين تنتهي حدود الشراكة المشروعة وأين يبدأ التأثير في القرار الوطني التونسي؟ نعم أستاذ، البداية ستبدأ بالاحترام، وعندما يتكلم ثمة لغة فيها حدود دنيا من احترام شعب عنده سيادة وعنده دولته، معناها وكأنه هالبلاد هذه مهملة ضايعة مش قادرة تدافع عن نفسها ومحتاجة هكا الباندي ولا حاجة هكا يعني كبير الحومة، لأنه شربوا لهم حكاية أنه دائما شقيقة كبرى شقيقة صغرى، وهذه أساطير مضحكة، لأنه إذا كان ثم شقيقة كبرى رأي تونس الشقيقة الكبرى معناها. وبالتالي المطلوب يعني كان لابد من خطاب يحترم يعني يا أخي يقول هذا البلد جيراننا ونحن معهم وكذا، مش ندافع وكأنه عيل صغير هكا وهو يعني دافع عليه. الشراكة، الحدود، التاريخ المشترك كله التونسي. يا أستاذ صالح من فضلك نقطة في تاريخك وسيادتك تونسي، سمعتش مرة النخب التونسية يتطاولون على النظام الجزائري؟ لأنه لا أحد يتطاول على الجزائر. الجزائر حبيبتنا أختنا، عشرات الألقاب التونسية جزائرية وعشرات ومئات الألقاب التونسية يعني من ليبيا، معناها لا يطرح هذا الموضوع. أما مسألة النظام في الجزائر التونسيون عبر عقود طويلة ينظرون إليه عبر مرآة الثورة الجزائرية، لكن منذ الثورة التونسية يعني تقريبا أنا نقول لك حاجة، أنهم بالنسبة لهم والكلام هذا حاسبني عليه، معناه في سفاراتهم قالوا علنا لن نسمح للخوانجية بأن يجاوروننا. ايش معناها خوانجية؟ ماش خوانجية استاذ، الخوانجي في تونس وصل عبر انتخابات، عبر ثورة، عبر ديمقراطية، يعني لن نسمح للديمقراطية تجاورنا. هذا الأمر قالوه. اثنين، إذا كان أنت حركت يعني الكبدة على تونس إرهاب، ممكن الإرهاب يحصد فينا، تحركت أنت في الإرهاب يكون دخل من البوابة الغربية. يعني ايش معناها مقلقك الإرهاب كان الآن؟ معناها عندما انقلب على الديمقراطية أصبح يقلقك يعني الإرهاب. اثنين، أنا الإرهاب. تونس البلد أستاذي بدون شوفينيات، تونس البلد العربي الوحيد الذي تفاخر بقبر داعش وشاهد العالم قواتها المسلحة مسلحة أيضا بظهور وبلحم عاري اسمه التونسيون، كانوا يعني كتف بكتف وراء قواتهم المسلحة لقبر داعش. معناها ثم قلة ذوق حتى باللهجة، يعني ثم قلة ذوق. الأمر هو تزامن الوصم بالإرهاب مع عودة الحيوية إلى شارع تونسي كل مطلبه هو أن نكون مواطنين لا رعاية. هذه هي يعني نعم. الناس غضبوا عن هذا التزامن أستاذ صالح والوصم. دعني نعم، هذا التزامن كما قلت هو ما أثار حفيظة التونسيين الحقيقة. والتونسي بطبيعته التونسي لا يقبل الوصاية ولا منطق الأبوة، هذا في غير محله. أحداث كثيرة ربما واسمح لي واستسمح أيضا من الجمهور فقط التذكير بها حصلت في السنوات الأخيرة، ربما فقط محاولة لفهم طبيعة هذه العلاقة منذ وصول سعيد إلى السلطة. استقبال تونس لزعيم جبهة بوليزاريو إبراهيم غالي عام 2022، تسليم الجزائر للمعارض سيف الدين مخلوف، الحديث عن توغلات مزعومة للدرك الجزائري في الأرض التونسية، تسريب مشروع اتفاق دفاعي مشترك عام 2025 بين تونس والجزائر. في الاقتصاد طبعا أصبحت خلال السنوات الأخيرة الحقيقة الجزائر من أبرز الداعمين للاقتصاد التونسي عبر القروض وإمدادات الطاقة وغيرها، وانتهاء بهذا التصريح للرئيس تبون. أين يضع كل ذلك السيادة التونسية التي يتحدث عنها النظام الحالي باستمرار، وآخر ربما محطة من محطاتها استدعاء السفيرة الفرنسية؟
هو استاذ صالح تقريبا اكثر فتره من زمن بورقيبه وبن علي وصولا الى العشريه وصولا الى هذه الخميسيه يعني الكالحه. اكثر مره استاذ صالح سيادتك اعلامي اذا كانت تعمل احصاء في الخطاب الرسمي الى الحديث عن السياده ستجد 5 سنوات الحديث عن السياده فاق الحديث عن السياده على مدار عمر الدوله التونسيه يعني الحديثه. معناها من 56 الى 2021 كي تلم الخطب نتاع الرؤساء اللي تعدوا الكل حكاوا على السياده ستجدهم اقل من ال5 سنوات هذوما. تقلب الصوره، اكثر فتره السياده التونسيه منتهكه بالكامل هي الفتره التي يتحدث فيها عن السياده، وبالتالي استاذ هذا فاقد الشيء يتغنى به. اذا اردت اغتيال كلمه واغتيال معنى اكثر من الحديث يعني حوله. أنا بالنسبة لي أنه التعامل مع تونس يتعاملون معها وكأنها مجال حيوي. أنا عندي خطر وعندي وعد وتونس بوابة، وبالتالي وكأني هكذا علنا قالها هذايا البارح. كملت خطابه الكامل يعني حواره معناه مش تلك اللقطة التي يعني راجل قال نحن مستهدفون والبطن الرخو المنطقة التي سنستهدف منها هي تونس، وبالتالي نحن معنيون يعني بالاستقرار. ايش معناها الاستقرار استاذ؟ ايش معناها الاستقرار؟ يعني قبضة، يعني قاموس امني. هذا البلد يجب ان يمسك بالحديد والنار. كل حديث عن الديمقراطية وعن التداول والحريات وكذا كذا هو ارهاب. يعني بالنسبة ليه يحب يدافع عن نفسه، اللي يحب يدافع عن نفسه ويحترم شعبه ويعمل ديمقراطية، مش يزيد يأمم يعني ويغتال ديمقراطية في معناها بلد آخر، ويعني أقصد بلدي. وبالتالي الحكاية لهناس يا صالح، الحكاية أنه هو لا يتعامل معنا باعتبارنا بلد عنده سيادة، وإنما باعتبار مجال حيوي لهم. أختم معك بهذا الإعلام الجزائري أيضا اللي شن حملة الحقيقة مسعورة تجاه الرئيس التونسي الأسبق اللي كان رئيس يعني يحظى بشعبية وسمعة كبيرة جدا في تونس وليس مزايدة. هذا واقع الحال الحقيقة. والرئيس المرزوقي لم يقل شيئا غريبا ولا مستجدا، يعني هي مواقف متكررة للرئيس المرزوقي. جاء الإعلام الجزائري وقال فيه ما لم يقل فيه ما لم يقله مالك في الخمر، وانتهينا طبعا بهذا الكلام للرئيس تبون. كيف ترى مستقبل العلاقة بين تونس والجزائر في ضوء كل هذا باختصار شديد؟ هو اختبار استاذ، هو سر شيطنته انه لاول مره تكلم يعني بنديه. خليك من يعني معناها من تصريحه. هم لا يطيقونه لانه يتكلم بنديه، ما يبلعش السكينه بدمها. هم ما حاجتهم بوالي في تونس وما حاجتهمش برئيس. هو يدفع ضريبه مواقف وطنيه، يتكلم بنديه عاليه. والجزائر لا تقبل بتونس، والجزائر لا تقبل بتونس موازية لها في السيادة وفي القرار. نعم هم يتعاملون استاذ كل خطاباتهم الشعبية والرسمية، حتى الخطاب الرسمي الحب هو شنية؟ يعني القتل بالعناق، معناها القتل بالمعانقة. وأنت طفل صغير، أنت عيل صغير وأنا سأحميك من الأشرار. معناها هذه وصاية، هذه ما يسوى. العلاقة المثلى التي يجب أن تكون يحددها التاريخ. نحن أشقاء آلاف الكيلومترات من الحدود، عائلات متصاهرة، عشرات ومئات الألقاب الجزائرية موجودة في تونس. نتعامل دولة لدولة بندية وليس بوصاية، وتتنحى عبارة هذه الشقيقة الكبرى والشقيقة الصغرى. هذيان إذا كان ثم كبرى راهي تونس. نحن لا نقول يعني هذا الكلام سن. أما التعامل دولة لدولة، سيادة لسيادة، احترام باحترام، هذا ما نطلبه. هم أشقاؤنا، هم إخوتنا، لكن كبرانات لا يتعاملون معنا بهذا المنطق، يتعاملون معنا باعتبارنا مجال حيوي نقول لهم هيهات. الأستاذ الأمين البعزيزي الباحث والأكاديمي كنت معنا من تونس، نشكرك جزيل الشكر. إذن سيادة بسيادة فأكيد أن التصريح اللي خرج به عبد المجيد تبون أغضب كل تونس. علاش؟ لأن تونس عندها رجالها يدافعوا عليها، تونس عندهم كرامة، تونس عندها مسؤولين ديالها، وعندها رئيس قاد على أنه يدافع عليها. ربما أن على حسب قول هذا الخبير بأن الجزائر خايف أنها تجي شي ضربة يعني من جهة ديال تونس، يعني توغل من تونس أو شيء من هذا القبيل. هادشي اللي خلاه يخرج بهذا التصريح اللي صراحة أغضب توانسة كاملا. فكنت أتمنى أني ما كنتش طولت لكم. في أمان الله.